السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مختلف جدا ومن اكتر الفيديوهات اللي انا بحبها وبحب اعملها. ان شاء الله باذن الله النهارده هنعمل اطعام مع بعض. قبل اي حاجه اللي ما يعرفنيش انا غادة صلاح، هنتعلم مع بعض وصفات كتير مختلفه، وان شاء الله مش هقولك مكوناتها موجوده في كل بيت، بس ان شاء الله باذن الله تكون مكوناتها موجوده عندك. ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه لو لسه مشتركتيش، وتفعلي زر الجرس، وكمان تعملي لايك للفيديو وكومنت جميل كده عشان احبك. في ناس كتير عايزه تعمل اطعام كبير، بس خايفه مثلا تكتر في حاجه وتقلل في حاجه فما تطلعش مظبوط معاها. ان شاء الله باذن الله هنتعلم مع بعض ازاي نعمل اطعام بكميات كبيره باذن الله. ويلا بينا نقول بسم الله ونشوف النهارده هنعمل ايه. هنزل بمعلقه سمنه كده كبيره عشان انا هعمل كميه كبيره، هعمل 3 كيلو. كمان حبه زيت يكون له حلو. اول ما احس ان السمنه سخنت كويس هنزل بقى باللحمه بتاعتي. اول ما احس ان اللحمه اتحمرت كده الناحيه اللي تحت هقلبها على الناحيه الثانيه علشان برضه تتحمر وتاخد اللون ده كله. ولما اتاكد ان اللحمه اتحمرت من الناحيتين بالطريقه دي اشيل بقى اللحمه. هنزل بقى بالكمية التانية. واحدة تقول لي طب ليه مش هتحطي الكمية كلها مرة واحدة؟ لو حطيت الكمية كلها مرة واحدة اللحمة بتنزل العصارة بتاعتها مش هتتحمر لأنها هتبقى كتير على الحلة، فأنا بحطها على دفعات علشان اللحمة تحتفظ بالعصارة بتاعتها جواها وتبقى كده طرية من جوه وتبقى حلوة وطعمها فيه. ودي تاني دفعة، تاني كمية يعني اتحمرت. ودي تالت كمية. هنا بعد الكمية الأخيرة ما اتحمرت كده كل الكمية عليهم اللي أنا حمرتها. وهنزل بأي توابل خفيفة عندي، نزلت بحبهان وكم ورقة لورا، تقدري تحطي أي توابل خفيفة عندي. هنزل بقى بكل كمية البصل اللي أنا عاملاها. أنا عاملة 3 كيلو لحمة يبقى ليهم 3 كيلو بصل، لكل كيلو لحمة كيلو بصل. وقلبتهم تقليبة كده بسيطة. هنزل بمعلقة كبيرة فلفل اسود ومعلقتين كبار ملح، وأغطيهم واسيب البصل ينزل المية بتاعته. يلا بينا بقى هنعمل الرز. اول ما الحله تسخن هنزل بحبه زيت كده حلوين عشان هعمل كيلو ونص، وكمان معلقه سمنه كبيره. وهنزل بالرز بتاعي اول ما السمنه والزيت يسخنوا. وهنزل بمكعبين مرقه علشان ما عنديش تحركين 3 بقى كده لغايه ما الرز يتغلف كويس بالسمنه والزيت. واول ما اتاكدت ان الرز اتشمع كويس بالسمنه وكمان المرقه دابت ومبقاش لها اي اثر، هنزل بالميه المغليه. ولازم تكون مغليه جدا يا جماعه علشان الرز ما يبلحش معانا زي كده وما يبقاش كده مش مستوي كويس كده، ويبقى مفتول كده من جوه وما يبقاش لطيف وهيطول في السوا. احنا نحط ميه سخنه بدرجه الغليان طبعا علشان تاخدي نتيجه حلوه من الرز. كمان رشه ملح ونغطي الرز ونسيبه بقى يستوي مع نفسه. ويلا بينا بقى نطمن على اللحمه. ما شاء الله البصل نازل ميته ده تمام جدا. دلوقتي بقى نقدر نحركه. بسم الله.
احنا لسه لغايه دلوقتي محطناش ميه، مستنيين بس البصل ينزل كل الميه اللي فيه علشان نعرف هنحط قد ايه. الخطوه اختياري بس انا بحب اعملها. نص معلقه كبيره كده سكر. يلا بينا نشوف الرز. تمام كده الشوربه بتاعته بدات تقل خالص. هنا بقى هنوطي النار ونسيبه بقى براحته خالص. بس قبل ما اوطي النار هحط له شويه ميه عشان حاسه ان هو عايز حبه ميه كمان. ادي حبه ميه. وهنزل كمان بكوبايه ميه على كباب الحله بتاعتي. ونسيبها براحتها. يلا بينا نشوف الرز. بسم الله. اللهم بارك. فلفل وتحفه. هنغطي بقى الرز وجاهز معانا. يلا بينا نطمن على كباب الحله. شايفين انا حطيت كوبايه ميه واحده، كوبايه ميه اللي هي بتاعت العصير دي. نقول بسم الله نشوف بقى كباب الحله بتاعنا. اللهم بارك. هو ده القوام المظبوط ما شاء الله. تعالى نعمل بقى تيست بقى كده للحمه ونشوف استوت ولا لسه كمان. اكيد لو لسه كمان هحط لها حبه ميه، لو خلاص استوت يبقى كده تمام وفل. بسم الله. شايفين ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. كده تمام. بسم الله. 15 وجبة بسم الله ما شاء الله. 3 كيلو لحمة وكيلو ونص رز. ما شاء الله تبارك الله. يلا بينا نغطي بقى الحاجة كده مع بعض. الإطعام يا جماعة من الحاجات الجميلة جدا اللي بتهدي النفس وتروق البال، توسع الرزق، تصلح الحال. جميل جدا. وبعدين احنا مش بنطلع حاجة من جبنا ولا بنطلع حاجة من عندنا، ده سبحان الله يعني كلنا أرزاق بينا وبين بعض. ربنا بيبعت بس الأرزاق عن طريقنا اللي فلان أو علان. رزقنا مثلا عند حد فهناخده، يعني هي كلها أرزاق. احنا مش بنأكل حد من عندنا يعني. فاللهم بارك اللهم بارك. ربنا يحسن ما بين ايديا دايما يا رب وبين ايديكم. وطلعوا يا جماعه حتى لو طبق واحد بس زودتوه مثلا في طبخه في اكله عملتوها بالبواقي. والله بواقي الاكل بتقعد وبتترمي، فما فيش حاجه لو طلعناها مثلا لله. وما تنسوش لا صدقه لا نقص مال من صدقه. وربنا يوسع عليكم وعلينا يا رب. واخر حاجه هحطها بس الصوص اللي هو البصل. انا ما حطيتش على الرز غير اللحمه بس، هحطها كده في علبه صغيره واحطها مع كل وجبه بس كده. وادي الوجبات بتاعتنا جاهزه. اللهم بارك. لو عجبتك الفكره ما تنسيش تشاركيها مع اصحابك وحبايبك علشان يجربوها، وكمان انتي جربيها. المقادير تاني اللي انا عملتها، عملت 3 كيلو لحمة على 3 كيلو بصل، وكمان كيلو ونص رز. اللهم بارك. عملوا 15 وجبة زي ما انت شايفاهم كده. ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة لو لسه مشتركتيش، وكمان تعملي لايك للفيديو وتشاركي الفيديو عشان اصحابك وحبايبك. ما تنسيش تعملي كومنت جميل كده علشان احبك. وادي المعالق يا جماعه 15 معلقه. اللهم بارك. ادي حله الرز، ادي حله كباب الحله. ما شاء الله. اللهم بارك. السلام عليكم.